مستشار مافيا بيرجع لوطنه الأصلي كوريا في ظروف غامضة علشان هدف معين هو بس الوحيد اللي يعرفه. ولما بيوصل لمبنى سكني يعتبر بسيط ومن الواضح إنه مش في نفس مستواه، بيقرر يسكن في المبنى ده مخصوص مش في أي مكان تاني، وبيبدأ يتعرف على سكانه واللي كان من ضمنهم محامي عنده مكتب محاماة، وبنته العنيدة اللي برضه بتشتغل محامية ومعروف عنها إنها شخصية شكاكة جدا ومثابرة ومش سهل تتعرف أو توثق في أي حد جديد نهائي. وفي الوقت اللي بيحاول ينفذ مخططاته المتقنة واللي في نفس الوقت غامضة، مع الهدوء الحذر بتقابله أكبر مشكلة، وهو إنه بيلاقي نفسه اتورط مع سكان المبنى في مشاكلهم وفي حواراتهم اللي تقريبا ما بتنتهيش، لكن بسبب حدث معين هنعرفه من خلال الأحداث، وإن مع مهمته الأساسية اللي جاي مخصوص من إيطاليا علشانها هيقرر تحقيق العدالة بس بطريقته الخاصة. مسلسل فينشانزو، اللي من الصعب قوي آخر 4 سنين إنك تلاقي مسلسل كوري 20 حلقة مفهوش ولا لحظة ملل، بأحداث مترابطة ونهاية تعتبر مرضية للمشاهدين. كمان بنشوف أداء رائع مع واحد من نجوم الصف الأول في وقتنا الحالي، وهو الممثل سون جونكي أو جونكي، اللي اتعلم إيطالي مخصوص علشان الدور، واللي كمان من أشهر مسلسلاته السابقة اللي كان ليها شعبية خاصة وقت عرضها، وهو مسلسل أحفاد الشمس. كمان المشاهدين اتأثروا وحبوا كتير التعاون ما بين جونكي والممثلة جون يوبان، واللي كان فيه مطالبات جدية من الفانز إن المسلسل يبقى ليه جزء تاني، بس للأسف ده ما حصلش وما كانش فيه نية حتى وقتنا الحالي إنه يبقى ليه جزء تاني. لكن شفنا السنة دي ظهور خاص ومميز لمحامي المافيا الشهير فينشانزو في مسلسل كوين اوف تيرز، اللي ظهر فيه جونكي في شخصية فينشانزو كضيف شرف في مشهد من مشاهد المسلسل. مسلسل فينشانزو صدر سنة 2021 وكان من أنجح المسلسلات الكورية في الفترة دي، وكان هناك منافسة شرسة جدا مع مسلسلات كانت من إنتاج نفس السنة، وهو المسلسل الشهير سكويد جيم ومسلسل ذا ديفل جادج، واللي لو عايز تعرف قصته هتلاقي ليه حلقة كاملة من ترشيحات بيهايند، هتلاقي لينكها تحت الفيديو. وعلشان تتابع فيديوهاتنا السابقة وكمان أحدث الترشيحات فعل الجرس مع السبسكرايب. معايا أنا دعاء إبراهيم في ترشيحات بيهايند من بيهايند ذا سين.